السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 أبراج عليها أنها تحذر خلال اليومين القادمين، يوم 26 و27 الموافقين يوم الجمعة والسبت. طبعا عليها أنها تحذر عشان التحركات أو التحرك للقمر غير مناسب ليهم. مش معنى كده أن هم في حظوظ وحشة، لا، لكن أنا بقول عليها أن تحذر فقط، تاخد بالها من امور معينه هحكي عنها. وقبل ما ابدا بس كده اشتراك وتفعيل الجرس. الناس اللي بتتابعنا من غير اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب تشوفنا تاني يعني اشتراك وتفعيل الجرس. الابراج دي تمثل لك وجود القمر في برج الاسد، بيتك ال12 وبيتك الرابع وبيتك السادس. من هم الابراج بقى؟ دول اللي هنتكلم عنهم دلوقتي في الحلقه المهمه جدا ان شاء الله توقعات الابراج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هتكلم عن الابراج اللي تاخد بالها كويس جدا خلال الفتره القادمه. هم 3 ابراج تاخد بالها كويس جدا. اولا معانا هو الاكثر حذرا برج العذراء. عشان نكون واضحين كده، وجود القمر في بيت صعب بالنسبه لك. البيت هنقول بيت التوتر، بيت المشاكل، بيت العصبيه شويه، بيت هنقول عدم التفاهم، عدم الانسجام، التطورات الغير مريحه. امور كتير جدا ممكن تحدث معاكم خلال تلك او في خلال اليومين دول لغايه يعني اخر يوم 27. بعدها بيحصل انفراجه كبيره جدا بانتقال القمر لبرجكم، ومش هيبقى حد قدكم. لذلك الفتره بتمثل لكم توتر، عصبيه، بعض المشاكل، بعض الامور والمستجدات اللي تاخد بالك منها. لكن زي ما قلت لكم كده هي مجرد فتره، يعني هي مجرد فتره يومين وكل شيء يتحل وكل شيء يبقى افضل. نحذر ايضا على اسرارنا، نحذر على العصبيه، بلاش نتعصب، بلاش يعني نحط نفسنا في مشاكل، بلاش نفتح مواضيع. المرحله لن تكون متحمله انك يعني تجازف او ان انت تعاتب او ان انت حد يعرف اسرارك. انت من اكثر الابراج اللي ممكن تشعر نوعا ما ببعض الضيق، بعض التوتر، لكن نحاول ان احنا نحافظ على اسرارنا، نحافظ على امورنا خلال تلك الفتره. اذا الاكثر تعرضا للتوتر من البدايه هو برج العذراء، ويجب ان تحذر. طيب ننتقل الى البرج الثاني الاكثر، يعني هيبقى الثاني في المرتبه بالنسبه لان هو ممكن يتعرض لتوتر كبير جدا نتيجه لوجود هذا القمر في بيت صعب بالنسبه لك، بيت العلاقات وايضا لم الشمل والمشاكل والتوترات التي من الممكن ان تحدث وفيها نوعا ما هبوط من الاداء. ثاني برج معانا هو برج الثور. برج الثور حاول بقدر الامكان انك تمشي امورك على طول، حاول بقدر الامكان انك تكون اكثر هنقول ذكاء في التعامل. اليومين بيمثلوا لك بيت العلاقات او الشراكات، خاصة الشراكات العاطفية. عشان كده بتكلم بوضوح كده عن ان الفترة لن تكون في كامل طاقاتك لاستحمال او ان انت تستحمل اي امر عارض، اي مناقشة، اي توتر، خاصة مع شريك الحياة. الفترة ايضا هينتابك بعض العصبية. اليومين هيكون في بعض العصبية في القرارات، وايضا ميولك هتتحكم. بص يا برج الثور، انت من الابراج اللي ممكن نوعا ما بيحدث عندك عصبية وعدم مقدرة على انك تسيطر على امورك لو الامور تفاقمت، نتيجة لانك كتير بتكون على حق، نتيجة لانك ما بتستحملش العك، نتيجة لانك من جواك حامي جدا ما بتحبش الغلط او للظلم الواقع على كثير منكم، او التراكمات معرضة انها تنفجر في وجه من حولك. لذلك نصيحة وبقولها صريحة، خلال الفترة حاول انك تكون مجامل، حاول انك يعني تصدر الوش الحلو كده. وده نصيحتي للناس اللي بتتعامل مع برج الثور. يعني انا بتكلم لبرج الثور والناس اللي بتتعامل معاه، لو بتسمعني حاول بقدر الامكان انك تكون رفقا او تكون نوعا ما هادي مع برج الثور. حاول تكون نوعا ما عارف ان برج الثور مش هيكون في سيطرته على مشاعره وسيطرته على اموره، ممكن ياخد قرارات متسرعه، احذروا. اذا
برج الثور انت من الابراج اللي معرضه بنسبه كبيره جدا لتوتر، لمشاكل، مش هقول مشاكل كبرى، لكن الامور مش هتبقى على ما يرام لو انت ما خدتش حذرك، لو انت ما اجلتش اي حاجه. يومين هيكونوا نوعا ما فيهم صعبين. طيب نيجي لثالث برج معنا. ثالث برج معنا معرض لمشاكل وضغوط وممكن مشاكل صحيه، هو برج الحوت. برج الحوت خلال اليوم انت من اكثر المتعرضين للتوتر والمشاكل والتوتر الصحي او الاجهاد. برج الحوت خلال الفتره القمر موجود في بيت عندك العمل او المجهود او الصحه، لذلك خلال الفتره احذروا من الاخطاء في العمل، احذروا من المشاكل الصحيه، احذروا من ان انتوا تخطئوا لو يعني اخدتوا عمل زياده عليكم. يعني الفتره اشتغلوا اللي على قدكم فقط، ما تحاولوش ان انتوا تزودوا من هنقول ضغوط العمل. فتره لن تكون في صالحك ابدا. حاولوا ان انتوا تكونوا مسيطرين على هنقول تصرفاتكم، اختياراتكم في البيع والشراء. البيع والشراء برضو احذروا من ده. العقود والتعاقدات مش هتكون هنقول الاختيار صحيح بنسبة 100%. نوعا ممكن تقابل بعض الأخطاء في العقود، بعض الأخطاء في العمل، التسرع برضو في العمل، ممكن تقابل منافسة غير شريفة. بالنسبة للصحة حاول انك زي ما قلت كده ما تبذلش مجهود زيادة، يعني اعمل على القد، ولو قدرت اخلع يعني لو قدرت خلال الفترة حاول انت تشتغل على قدك شوية، ولو عرفت تخلع من المكان اخلع، يعني طنش. طبعا مش بحرض على حاجة، لكن انا بتكلم على ايه، انك تحاول بقدر الامكان انك تستغل الاجازات. لو في اجازة وشعرت انك مش في الطاقة خد اجازتك وروح، اجل يوم. يعني لو عرفت تتصرف، لانك لن تكون بكامل طاقتك، لن تكون بكامل قوتك في انك تتعامل او حتى تواجه، لان ممكن تجد استفزاز، ده وارد جدا. ممكن تجد استفزاز، ممكن تجد شخصيات تستفزك، شخصيات تستغلك او تحاول انها تخرجك عن شعورك. اذا اليومين القادمين، يوم نقول الجمعه والسبت اللي بيشتغل فيهم من برج الحوت، نحاول ان احنا ناخد بالنا من ده. الابراج هقولهم تاني، الابراج الاكثر تعرضا لتوتر وخطوره هم اولا برج العذراء وبرج الثور وبرج الحوت. بقدر الامكان نحاول الثلاث ابراج دول، والناس اللي بتتابعنا وبتسمع لنا للثلاث ابراج دول وليهم يعني معارف من الثلاث ابراج، نحاول ان احنا ناخد بالنا منهم. وانت يا برج عذراء وحوت وثور نحاول بقدر الامكان ان احنا ناخد بالنا من نفسنا ولا نعرض نفسنا لاي توتر او مشاكل. ان شاء الله يكون فتره خير، وبحاول ان انا بقدر الامكان اوصل الطاقه للناس علشان ناخد بالنا. عايز تاني تنويه الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب تشوفنا تاني اصلا اشتراك وتفعيل الجرس. يا رب كده جميع الابراج تكون بامن وامان. السلام عليكم.